السلام عليكم يا احلى بنات، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم قناة بنكي زون. ريفيوهات كتير مهمة للبنات بيحبوها وبيطلبوها مننا وبنعملها عشان تبقوا معانا في القناة وتكبر القناة بيكو. اللي مشتركتش في القناة بسرعة يلا سبسكرايب ولايك للفيديو وتابعوني. معانا النهاردة الكيتشن ماشين بتاعي، كتير سألوني عليها. براون FX 3030 ده الكود بتاعها. جهاز ممتاز معايا بقاله 3 سنين تقريبا، فحبيت اوريه للبنات عشان يستفيدوا منه. معاه قطع كتير طبعا، ما بحتاجش حاجة مع القطعة دي بصراحة. انا عندي كل الخلطات والحاجات والكبة والكلام ده كله بعد ما جبته ما بقتش استعملهم. عندنا الجهاز الدورة الكبير ده 2 لتر، كبير جدا. والمطحنة الصغيرة لتر الا ربع برضو كبيرة، هتطحني توابل او لحمة، فالكبيرة يعني اكبر من الكبة. ده زرار التشغيل كده، زرار الباور ده زرار تقطيع النبضات. ممكن بيخرطوا بيه الملوخية برضو، بس انا ما جربتش بصراحة. الزرار الاخضر ده زرار السرعات، عندنا لحد 15 دي قوية جدا. And I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? الدورق الصغير ده عشان اشغله كبير لازم ما يبقاش مقفول للاخر، هو ناحية واحدة بس اللي بتشتغل، ما ينفعش الاتنين يشتغلوا مع بعض، يا الدورق يا المطحنة. طبعا هو بعمل فيه اللحمة، بطحن فيه بهارات، تتبيلة الفراخ، بضرب فيه الطماطم حتى في المطحنة دي تعملها معايا كويس. بقفل بقى ازاي؟ الغطا ده فيه مثلث لو شايفينه معايا، المثلث اللي واضح على الدورق ده في زيه في الغطا اهو. لازم احطهم بالتوازي على بعض والف كده، الغطا بتاع الدورق هيقفل معايا والجهاز هيشتغل. لو الغطا بتاع الدورق مش قافل كويس الجهاز عمره ما هيشتغل. الناحية التانية نفس الحكاية برضو. لو خدتوا بالكم انا فكيت المطحنة عشان اعرف اشغل الدورق التاني، لان في قطعة مربعة في النص بينهم كده، دي بتمنع ان هما يشتغلوا مع بعض. ناخد بالنا من الجزء اللي تحت، لازم احط السنة دي في مكانها ويدخل الجزء ده يتعشق في المكان بتاعه، الجهاز هيشتغل كده. الجزء ده اللي بقولك عليه بيمنع ان الجهازين يشتغلوا مع بعض، وده امان طبعا عشان يحافظ على الموتور. بصراحة كل حاجة معمول حسابها في الجهاز ده.
الدورق التاني بيتقفل بنفس الطريقة برضو. ادي المثلث قدامنا، وفي زيه في الدورق من فوق، وبيتعشق بنفس الطريقة برضو زي ما انتوا شايفين. ايوه كده. وبعدين بنقفل الغطا. الفيديو ده انا بعيده لتاني مرة، عشان كده انا بعلق عليه بصوتي. اول مرة سجلته كان فيه مشكلة في الصوت، فاضطريت ان انا اشيل الصوت اللي سجلته وعلقت على الصورة بس بصوتي بعد كده. الجزء ده بقى الدورق الكبير هو المهم، لان احنا بنحط فيه بقى جميع القطع الزيادة اللي بنستعملها. ده سلاح البطاطس، بيقطعها صوابع، بيركب كده. بعدين اقفل الغطا بنفس الطريقة، وبحط بقى قطع البطاطس من فوق. شانتيه للبيض الاومليت، الحاجات دي برضو بينفع. الجزئين دول بقى اهم جزئين بالنسبة لي. عصارة البرتقال ممتازة ممتازة معايا، لان ميزتها ان الدورق كبير، فبعصر كمية كبيرة من غير ما اضطر كل شوية افضي زي لو كانت العصارة صغيرة يعني. بتركب بنفس الطريقة برضو. لازم المثلثين يبقوا على بعض، ودي ملهاش غطا بقى عشان احط البرتقال واتك بايدي كده على الجزء الابيض ده هتشتغل تمام. الدرق على فكرة مدرج برضو بالملي بالكوباية. عندنا الجزء ده عصارة للفريشات بقى، عايزة تعصري عصير فريش بدون سكر، بيفصل البذر عن البذر والقشر عن العصير. بيبقى بقى القشور والبذور في الجزء بتاع العصارة ده، والعصير بينزل لتحت. ممتازة جدا برضو. تقفليها كده وتحطي الفاكهة من فوق وتزقي بالجزء اللي معاها. بصراحة كل حاجة موجودة في الجهاز ده. هتشوفوا برضو معايا تجربة للجهاز في عمل تتبيلة هوريها لكم. الجزء ده بقى علشان لو انا مشغلة الدورق فالناحية التانية ما تبقاش مكشوفة، الموتور بيبقى شغال، فبغطيها بالكفر ده.
ده امان ليكي برضو. هتشوفوا معايا التتبيله اللي قلتلكوا هجربها. بصل مقطعاه كبير، هتشوفوا نتيجه المطحنه فيه ازاي. إيه، عشان البنات اللي حابه تشتري تشوف النتيجه قدامها وتشوف الجهاز قوي ازاي. في كل القطع بصراحه اللي ممكن تحتاجيها. ادي معانا الحاجات اللي قلتلكوا عليها. البصل مقطعه كبير مش صغير ولا حاجه، والطماطم، فلفل، بحط جرام مسالة برضو للي عايز يعرف تتبيلة للفراخ، ودبس الرمان وصويا صوص. وهنشغل الجهاز دلوقتي ونشوف قوته في ظبطت السرعة الأول طبعا زي ما انتوا شايفين، قوي جدا ما شاء الله. في ثواني فرمها ناعم جدا. اتمنى الريفيو يكون عجبكم. لو لسه مشتركتوش في القناة يلا سبسكرايب بسرعة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناة بنكي زون.